ما زهقتوش؟ والله الله يحفظك يا شيخنا، الله يحفظك. أسأل الله أن يجمعنا بكم في جنات النعيم، وأشهد الله أنني أحبكم جميعا في الله، وجزاكم الله خيرا على هذه الحفاوة وعلى هذا الحضور وعلى هذه القلوب المحبة. القصة اللي ذكرني بها أخوي وحبيبي الدكتور محمد العوضي، أسأل الله أن ينفع به، وأنا الحقيقة يعني أشكر له هذا الفهم الشمولي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميه وأن يسدد سهمه وأن ينفع به وبأخي الحبيب الشيخ نبيل العوضي. وأنا سعيد جدا الحقيقة بوجودي معنا الليلة، ووددت أن لو شارك يعني بكلمات جميلة مؤثرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول. وسعيد طبعا بأخي الحبيب الصغير الشيخ فهد، يعني صاحب الصوت الجميل الرقراق، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن العاملين. القصة الحقيقة هي قصة مؤثرة. كنت محاضرة في لوس أنجلوس، ولعل ذكرتها مرارا يعني، وبعدين دخل علي أخوان سوريان، أخوان من سوريا، ومعهما رجل أمريكي. فإذ بأحد الأخوين السوريين بيقول لي: يا شيخ محمد لو سمحت والله، وأنا ألقي المحاضرة، لو سمحت والله عاوزين الأخ الأمريكي ده جاي يسلم وعاوزين يردد الشهادة خلفك. قلت: أهلا وسهلا، تعالى يا مرحبا. وبعدين جلس الأخ الأمريكي إلى جواري، قلت له: قبل ما تنطق الشهادتين أنا أسألك، ما الذي جاء بك إلينا وحالنا لا يسر عدوا ولا حبيبا؟ جاي لنا ليه وعاوز تدخل ديننا ليه؟ فقال بأنه رجل ملياردير، بيقول عندي أساطيل وشركات طيران وعندي أموال وما شاء الله. يقول: ومع ذلك، بنفس ترجمة حرفية تقريبا لما قال: ومع ذلك فقد سئمت الحياة، مليت. بقول لي: ما فيش طعام اشتهيته ما أكلتوش، ما فيش امرأة اشتهيتها لم أفعل بها ما أريد، ما فيش مكان في العالم اشتهيت أن أراه إلا وذهبت إليه، ما في شيء، ومع ذلك حاسس بأني بختنق. الرجل ده يا إخوانا أنا دخلت بيته، أنا دخلت يعني بيوتا فخمة وقصورا فخمة في الخليج، وأسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعم، ومع ذلك ما رأيت قصرا بهذا الإبداع والجمال. قصر مبني على المحيط، حديقة عجيبة جدا. هو يقول لي أن تربة هذا الحوض بظهوري جاي من فرنسا، والتربة دي جاية من بريطانيا، والتربة دي جاية من استراليا، يعني تربة بالظهور منقولة بالطيران إلى الحوض. يعني إبداع جمال عجيب. الشاطئ الآخر أو الجانب الآخر في المحيط مبني من الزجاج، وتنزل بدرج سلالم يعني بلغة المصريين، تشعر كأنك تعيش في الماء. يعني مشهد غريب. كنا في برد قارس جدا، وأنا جالس أن هو المكان زجاج، فأنا أنظر إلى السيارة اللي احنا جينا فيها، وجدت السيارة مغطاة بالثلج، وطبعا الجليد الآن في أمريكا وصل 30 أو 40 سنتي. سبحان الله، خير مغرق يعني. فأنا جالس سبحان الله يعني مشغول جدا، العربية تغطت بالثلج، فأنا راجل فلاح مشغول قوي. طب هنطلع ازاي ونركب ازاي ونفتح ازاي؟ فهو يعني قرأ نظراتي، فضغط على مفتاح زي مفتاح النور كده، وبعدين بعد دقيقة ونصف دقيقتين انساح الجليد من على السيارة. خارجين انا وهو سبحان الله، الأحذية أعزكم الله اتغطت بالثلج، فضغط على زرار في جهاز موجود في المكان اللي نركب فيه ومد الحذاء، فلمع له الحذاء. قلت ده سئم الحياة، امال احنا نقول ايه؟ سبحان الله. لأنه هو أعطى البدن كل ما يشتهيه، ونسي العنصر الآخر والأصل الآخر في البدن، ألا هو الروح. وأنت حضرتك بتعطي البدن ماشي، طب هتيجي مدة معينة هتمل وهتسأم. لا يستطيع طائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد. ممكن ينجح لمدة طويلة بس سيسقط، حتما لينكسر جناحه الآخر، مستحيل بالمادة بس أو بالبدن بس، لازم بالبدن والروح. الشاهد سبحان الله، قلت له: طب وإيه اللي يعني أتى بك اليوم؟ قال: الرجل السوري ده أنا دخلت اليوم الشركة فوجدته وضع رجله في الحوض الذي أغسل فيه وجهي، أخونا بيتوضأ،
فهو انفعل جدا وغاضب، قال له انت ما عندكش ذوق ولا عندك ادب ومفردات، ليه تضع رجلك هنا في الحوض اللي انا بغسل فيه وجهي؟ قال له انا بغسل رجلي دي 5 مرات، يعني انضف من وشك. والله انتوا هتودونا في داهيه. انا ما قلتش حاجه. فقال انا بغسل رجلي كل يوم 5 مرات. قال له ليه؟ يعني فزع الرجل. قال له انا اتوضا 5 مرات او اكثر. قال له ليه تتوضا؟ قال له عشان اصلي. قال له يعني ايه الصلاه؟ فوضح له بكلمات قليله. وتصلي ليه؟ قال له لله. قال له من الله؟ ما عرفش حاجه. سبحان الله، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.